السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هوريكم البواقي من المشجر اللي اتبقت عندي والسادة برضو. لان في حاجات خلصت، وفي كمان حاجة عايزة اوريها لكم. مش عايزة اوريكم الاتواب كده وهي ملفوفة، لان في ناس كتيرة ما كانتش واخدة بالها من الرسمة، وبضطر ابعت لهم الطقم معمول يعني عشان يعرفوا يشوفوا الرسمة. انا هفرد لكم الاتواب توب توب وتشوفوا عشان تشوفوا الرسمة كاملة في التوب. في حاجة تاني، الفيديو ده مش بس للتجار اللي هم بيبيعوا القماش او اللي بيصنعوا، برضو لو عروسة بتجهز ولا حاجة بتختار الشكل اللي هي عايزاه بالتصميم اللي هي عايزاه وبنعمله لها، سواء فلات سواء كرانيش، اي تصميم عايزة تيجي هنا وتختار اللي هي عايزاه تيجي. احنا فاتحين المشغل للكل، اللي عايز يجي ويشتري، اللي عايز يجي ويصمم اي حاجة. عروسة وبتجهزي الحاجات دي ما كناش بنعملها الاول، دلوقتي احنا فاتحينه لكل، لان دي تصفيات. فاي حد عايز يجي المشغل ويختار اي حاجة براحتكم. بصوا دي اول حاجة، الاتواب دي كلها اللي هي المتر ب65 جنيه. احنا فصلناهم، خلينا كل حاجة لوحديها، لان المرة اللي فاتت كان كله يعني داخل في بعضه، مش مفرقين اللي هو ب65 عن اللي ب60. طبعا ده بيتباع بره في الجمله في التوب بحاجه و70 78 تقريبا، ده في التوب مش قطاعي. انت ممكن تلاقي نفس الرسمه اقل من كده بس ما بتكونش نفس الخامه. ده كله بورسل مقفول، الخامه اللي هي بتاعت زمان الحلوه، مش اللي هي دلوقتي. لان دلوقتي في منها برضو، بس منها الغالي. ممكن ناس يبيعوا حاجات زي كده، طبعا مش كل الناس يعني، ويبيعوها لك ان هي ارخص من كده، بس بتبقى بورسل مفتوح، او اوقات بتبقى بورسل مقفول كمان، بس ما بيكونش نفس الجوده دي، لان دي سعرها في التوب اصلا 78، بس احنا بنبيعها كتصفيات. احنا مفرقين البورسل المقفول عن البورسل المفتوح، لان المره اللي فاتت كان كله سايح في بعضه. دي كده، ده ممكن تعمليه لوحده، ممكن تعمليه ماتشنج مع حاجه تانية، يعني تحطيه ماتشنج على حاجه تانية. طبعا انا بفرد لكم الحاجه عشان تشوفوا شكلها اوضح كده، بيبقى الحاجه احسن. الخامات دي يا جماعه تقيله، الخامه اللي انا ماسكاها دي تقيله، مش خفيفه. بصوا ده، طبعا الحاجات دي كلها احنا عاملين بيها اطقم. الرمادي ده طبعا ممكن تحطي لهم، هو معظم الحاجات دي احنا عايزين نعملها فلات، فطبعا انت بتختاري الشكل اللي عايزاه. عايزه تحطي له ساده تمام، عايزه تحطي له ماتشنج، عايزه مثلا الخداديات يبقى ليها كورنيش، مش مشكله، ده ماتشنج للي قبله. بس ممكن نعمله لوحده، يعني احنا في اوقات عملناه لوحده، واوقات عملناه مع ماتشنج مع الكارو، اللي هو الكارو ده، الاتنين ماتشنج مع بعض. ماتشنج مع بعض يعني الملاية بتبقى شكل والخداديات بتبقى شكل تاني. الاخضر ده خامته جميلة جدا، تحسوها ناعمة كده قوي يعني زيادة عن اللزوم، وشكله هو عاجبني الصراحة. بس يعني في ناس دي اذواق، في ناس بتحب الحاجات دي وفي ناس بتحب الحاجة الاهدى. ده ماتشنج للون ده، الاتنين ماتشنج مع بعض. وممكن عادي بنعمل ده لوحده وده لوحده، بنحط له ساده او بنحطه لوحده. بصوا شكله. وممكن الماتشنج ده برضو بنعمله لوحده يعني، او مع قماش تاني، يعني مش شرط ان احنا الاتنين مع بعض، بس انا بقول لكم يعني ان في ناس بتحب الاتنين يبقوا مع بعض. في المثلثات ده طبعا ده سهل ان احنا ندخله اكتر من لون، لان في اكتر من لون، في اصفر ورمادي وبني وجنزاري، فممكن ندخله اكتر من لون. وممكن انا شايفه ان هو ماشي برضو ماتشنج، بصوا مع ده، يعني الاتنين مع بعض برضو حلوين. المقلم ده واضح، ده ماتشنج لاي حاجه. ده كده اهو واضح، واوقات بنعمله لوحده بيبقى حلو قوي المقلم ده. وانا لما حطيتهم كده مع بعض المقلم وده، حسيت ان هم قريبين من بعض، يعني ممكن الاتنين يمشوا مع بعض. شكل عشان لو عروسه، طبعا التجار عارفين الاشكال كويس، انما لو عروسه بتجهز ولا حاجه عايزه تشوف شكل التوب مفرود، بصوا ده ممكن يتحط له الساده اللي هي في الورده دي، احنا عاملين منه الطقم اللي محطوط له الساده اللي في الورده، او ممكن تحط له كافيه.
اللبني ده او اللي على ازرق ده بيتحط له اصفر، وممكن يتحط له الكحلي، وممكن يتحط له اللبني. الشكل ده المثلثات، ده البوكيهات الورد اللي هو على سيمون. اللون ده على زيتوني، بس داخله اكتر من لون، داخله البطيخي وداخله الاصفر. ده برضو ماتشنج ممكن يمشي معاه وممكن يمشي لوحده. المقلم العريض ماتشنج ممكن تمشي معاه مع المقلم، وممكن تمشي لوحديها. المقلم الاسود انا حطيته في وسط دول لان دول قريبين كلهم من بعض، يعني هو المقلم الاسود يبقى ماتشنج لكل دول، هيمشي معاهم. دي الصباره خامتها حلوه جدا. هو طبعا الابيض دايما بتبقى خامته طريه عن اي لون تاني واخد صبعه. ده طبعا المقلم، بس المقلم ده مش تبع اللي هو القماش هنا، هو تبع القماش اللي هو ب60، مش تبع القماش اللي هو ب65، لان هو البرسل بتاعه مفتوح. فده هيبقى تحس تبع ب60. على فكرة البرسل سواء مفتوح او مقفول هي مش فرق كتير في الخامة، بس هو تجار اللي بيميزوا الخامة الحلوة من الخامة الأقل في البرسل. إنما لا، في براسل، يعني أنا جايبة خامة حطها في البرسل المفتوح وهي برسلها مقفول، بس هي خامتها تبع يعني سعرها أقل من البرسل المقفول. فمش شرط، يعني ممكن ألاقي برسل مقفول وخامته مش قد كده، وممكن ألاقي برسل مفتوح. يعني في حاجات كتيرة في البرسل المفتوح كلها يعتبر خامتها حلوه جدا، وبرده المقلم ده خامته حلوه. بس انا علشان اميز الاسعار، يعني ممكن ادولك ب65 وانت مش هتعرفي حاجه، بس لا، انا بميز ده لوحده وده لوحده، ده بسعر وده بسعر. ده القلوب طبعا واضح، ده ده ممكن برضو يمشي مع المقلم او ممكن يمشي لوحده. دي الاناناسه برضو ممكن تمشي الاثنين. بصوا ده شكلها، او من هنا على عشان يبان الشكل اوضح. في الاشكال دي، ده على لبني ممكن يتحط له رمادي برضو. اعتقد كده الاشكال واضحه، يعني الرسومات كلها واضحه. ده في اكتر من لون والوانه حلوه مبهجه. بصوا في الاورنج وفي اللبني وفي الاحمر والاخضر، كل الالوان تمشي معاه. ده طبعا عملنا منه كمية كبيرة جدا. ده يعتبر ماتشنج اصلا لرسمة تانية، بس الرسمة التانية خلصت، بس ده بنعمله لوحده برضه. هو رسمته رقيقة جدا، وردات كده صغيرة على بطيخي، وممكن نحط لها بامبا. دي رسمة البوكيهات. ده مقلم بس برضه يعتبر ماتشنج للي فات، بس ممكن يتعامل لوحده برضه. عملناه لوحده كان جميل جدا. الرسمة دي نص التوب فاتح والنص التاني بصوا على غامق اهي كده، هتبقى واضحة اكتر. يعني الرسمة تعتبر في نص التوب. دي برضو من الرسومات الجميلة جدا اللي انا بحبها. تحسي كده الريشة بتاعتها كبيرة قوي، شكلها بيبقى لطيف، وحتى اللون بتاعها برضو حلو. يعني اكتر رسومات معظمها اسلامي، هي كل الرسمة اشكال اسلامية. ده يعتبر ماتشنج للرسمة اللي هي الصبارة. شفتوا الصبارة اللي انا وريتها لكم من شوية، اللي هي دي، ده يعتبر ماتشنج ليها، لان نفس درجة القماش ده هي نفسها اللي فيه، وفي اطقم معمولة منها معاها، يعني غير المقلم برضو بيمشي مع الصبارة الماتشنج ده. تمام كده واضح. دي من الرسومات الهادية قوي اللي تلاقوها. بصوا ابيض وفيها يعني ايه حاجات بسيطة كده، من هنا مثلا سنبلة، من هنا ريشة، يعني على خفيف. القماش ده هو مش برسل مقفول، مش برسل مفتوح، بس تحسوا ان البرسل منتش شوية من على البرسل، مش من الطرف بتاع البرسل، لان احنا اوقات البرسل في القماش ده بيكون كده، بس هو طبعا كله قطن.
كده خلصنا كل القماش اللي هو ب65 جنيه اللي هو ده. هنصور دلوقتي بقى القماش اللي هو ب60 اللي هم دول بس اللي انتوا شايفينهم قدامكم. اللون الرمادي قلنا عليه. هوريكم برضو الرسمه بتاعته اهي كده واضحه اهي. ايوه كده واضحه الرسمه كده واضحه قوي. البني ده بصوا انا بوريكم الشكل التوب. هو المفروض عشان معظم الحاجات دي هنعملها فلات فعشان تشوفوا الشكل واضح قدامكم. مش معنى ان هو بورسل مفتوح يبقى وحش، لا ده خامته جميله جدا وتقيله مع انه فاتح، لان معظم الفواتح دايما بتبقى خامتها خفيفه شويه، انما ده خامته تقيله وحلوه. ده ممكن يبقى ماتشنج ليه وممكن لا، بس ده بورسل مقفول برضو لخبطنا وحطينا ده مع ده. ده المفروض بورسل مقفول، يعني ده تبع القماش اللي هو ب65. التايجر طبعا عاملينه على اكتر من درجة. السادة يعني عاملينه على الاسود وعاملينه على الجملي. شكله واضح. ده اللون ده برضو على رمادي وفي فروع شجر كده شكلها شيك. بصوا انا مبينه لكم اهي كل حاجة واضحة. اللون ده على كشمير ويمشي برضو على بامبا ويمشي على تركواز. بصوا رسمته حلوة قوي، عاملة زي رسمة ورق الحائط. ده عملنا منه اشكال كتيرة اهي. فرع الشجر بس الوانه على كافيه. ده اخر حاجة اللي هو ده اخر حاجة كده. انا وريتكم الاشكال كلها. الاطفال بقى هوريه لكم لوحده، لان احنا حطينا ده لوحده وده لوحده، الاطفال لوحده والكبير لوحده. ده اخر حاجه في الرسومات الكبيره. بصوا كده هي الرسمه دي بينك ومنقطه بابيض. بصوا اوضحها لكم كده اقرب، مش عارفه انا كده باينه ولا لا، لان في كتير شافها ومفكرها ساده. لا هي بينك ومنقطه بابيض، انتهالي واضحه كده. الرسمه دي انا بسميها رسمه الابريق لان فيها ابريق الشاي. بصوا يعني شكلها كده رقيق وجميل قوي. طبعا رسومات الاطفال دي كلها لازم امسك لكم توب اوريه لكم، لان الشكل كده من بره ما بيبانش، فلازم تشوفوا الرسمه كامله. هي كلها رسمتها حلوه وكلها خامتها برضو حلوه. بصوا كده كده واضح متهيألي الرسمه كلها. دي اسمها حديقه الحيوان. كلها رسومات حيوانات وعليها كل حيوان عليه الاسم بتاعه بالانجليش اهو. يعني منها كمان العيال يتعلموا وتبقى رسمه على السرير. انا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم الرسمه كامله، لان في رسومات يعني مش واضحه قوي. بصوا دي رسمه الدولفين او الحوت. دي حته صغيره في التوب. بصوا برضو رسمه الحيوانات، بس مش الحيوانات مش عليها الاسماء، يعني مش عليها الاسم بتاع الحيوان بالمكتوب، لا دي رسمه البيوت او الريف. رسمه الهلال والنجمه اهي. بصوا كده واضحه. بتاخدي سكرين بالصوره اللي انت عايزاها وبتبعتيها لو انت عايزه منها اي شكل او حتى فلات. دي رسمه البجعه. ودي برضو رسمه بجعه، بس دي الوان تانية فيها بقى بطيخ وفيها اناناس، فيها حاجات كتيره. ايوه كده. دي برضو رسمه الحيوانات. حاجه رسمه العصافير. بصوا النص بتاع الرسمه فيه عصفوره كده او عصفورتين، انما النص التاني بتاع الرسم فيه شجر كده واضح. دي اخر حاجه. القماش الساده كده بقى على السريع، لاني مش كتير برضو. الساده القطن الاصفر هو باين هنا اصفر كناري، يعني هو مش كده، هو اغمق شويه من كده. برضو الالوان كلها طالعه فاتحه، لا هي اغمق من كده.
الاصفر البطيخي في منه درجتين، الدرجه دي اللي هي اول واحده شمال، وفي الدرجه دي بصوا اللي جنب البينك، والبينك ده برضو غامق، هو باين اوف وايت بس هو بينك. خامته حلوه جدا ناعمه، وكلهم الصراحه خامتهم حلوه. البستاج النبيتي ده في منه درجتين، انا حطاهم اهم جنب بعض. النبيتي بيخرط يعني بينزل لون، عشان تاخدوا بالكم، بس خامته تحفه. الاورنج السيمون الاصفر الفاتح والاصفر الكناري على الطرف، بس الاصفر الفاتح اللي جنب السيمون، الاورنج، وبعد كده السيمون، وبعد كده الاصفر الفاتح، وبعد كده البطيخي الغامق، وفي الاصفر ده، بس الاصفر ده مش لاقط الدرجه، هو اصفر كناري بس افتح من كده شويه، مش غامق الدرجه دي. وفي اصفر حمصي بس حته صغيره يعني مش كبيره. وفي رمادي برضو خلص بس برضو حته صغيره مش كبيره. ده اللي هو البرسل المقفول. معنى البرسل المقفول يعني بصوا البرسل كده من هنا مقفول، تمام. في برضو برسل بيبقى مقفول زي ده كده بس منتش من جوه، بصوا منتش من جوه ازاي، بنفس السعر. الفرق بين البرسل المقفول بصوا من بره اهو نضيف، انما لما تيجي تبصي له كده من الظهر بتلاقيه منتش. التاني البرسل المفتوح بتلاقيه منتش من الطرف كله، يعني من هنا كله منتش، هوريكم دلوقتي شكله. مش منتش يعني فتل يعني طالعه منه، هو مش فرق كبير، بس دي خامه ودي خامه. طبعا دي ب65، التاني ب60، زيه زي المشجر. الساده ده اللي هو البرسل المفتوح، هو المفروض الدرجه مش كده يعني، الدرجه انا هبعد شويه، بس النبيتي ده مش تبعه، النبيتي ده اللي انا لسه مصوره دلوقتي. هما الخمس الوان دول بس، اللي هو من ناحيه اليمين كده الكشمير، الاصفر، الكافيه، الزيتوني او الزيتي اللي هو الزيتوني الفاتح، والكشمير الغامق او البنك الحلاوه اللي هو اللي جنبه. بصوا البرسل المفتوح يعني اهو، بصوا تحسوا ان البرسل مشرشر كده من تحت. ده الفرق بين البرسل المقفول والبرسل المفتوح. ده القماش المصرية. انا اعتقد ان الصور كده اوضح من الفيديو اللي فات، يعني وضحت الالوان اكتر، اكثر تنظيما من الفيديو اللي فات، عشان حطينا الالوان كده الاصناف مع بعضيها احسن. ده كله مصرية سيمون. بص من ناحية مثلا اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين يا رب. الزيتي والزيتي درجتين واضحين في الصورة، درجة فاتحة اللي هي في النص، والدرجة الغامقة اللي هي على اليمين. التركواز اللي جنبيها، الكشمير درجتين جنب بعض. الكافيه ده او اللون اللي هو عامل زي الشاي بلبن، الرمادي الغامق، هو اغمق من الصورة شوية، اللي هو الفراني، الكحلي الغامق، البطيخي، البستاد، السيمون. دي كده كل الالوان اللي موجودة دلوقتي. ده قماش العياشي، اول حاجة البينك، اللبني، الفيروزي، البني، الجنزاري. دي بس الالوانات اللي موجودة من القماش العياشي. زي ما انا قلت في الفيديو اللي قبل كده ان العياشي تعتبر عيوبه اقل كتير من عيوب المصرية كاستعمال وكخياطة، انما هو زي المصرية الخفيف، في مصرية بتبقى وسط مش خفيف قوي يعني. فده زيه. اخر حاجة هنصورها الستان. نقول الالوانات كده من اليمين، الاوف وايت، الكشمير، هي الالوانات الى حد ما طالعه مظبوطه. الكافيه او انا بقول عليه ذهبي، هو نفس اللون بالظبط نفس الدرجه. النبيتي مش طالع، هو طالع احمر بس هو لا، هو اغمق من كده. هو نبيتي هو نعم نبيتي مش غامق قوي بس هو اغمق من الصوره. اللي جنبي ده السكري، هو مش اوف وايت بس سكري. اللي بعديه ده هو نفس الدرجة دي، انا ساعات اشوفها رمادي وساعات اشوفها بيج. دي الدرجات بتاعت الستان بس، يعني هم تقريبا 1 2 3 6 درجات بس. دي والابيض صح، في الابيض اهو، ده اول واحد، ده الابيض بس حتة مش كبيرة قوي. وفي بينك حلاوة، اللي هو البينك الحلو ده اللي هو المزهزه قوي بس مش كتير برضو، يعني حوالي 3 متر تقريبا. دي اخر حاجة عندنا.
اللي عايز اي حاجه بياخد سكرين وبيبعتها لي، وهنزل لكم الرقم بتاعي في صندوق الوصف، وهنزله في اول كومنت في الفيديو، هثبته عشان تعرفوا تتواصلوا معايا. بالنسبه للتجار، في جروب عندي بتاع الواتساب بنزل عليه الحاجه اول باول، واللي تخلص برضو بنزلها. اللي حابب ينضم ليه بيبعت لي الرقم والاسم وبضيفه لجروب الواتساب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.